واحد من ملوك الريداتير في مصر، هو ملك الريداتير في العموم، الحاج صفوت. ازي حضرتك حاج اهلا صفوت؟ وسهلا يا استاذ احمد. منور. الله يخليك الله قول يخليك. لي بقى، الريداتير انت بدأته امتى؟ يعني فكرة الريداتير. لا انا بدات صنايعي، وبعد كده اتطورت في الدنيا، فعملت اسطمبات عشان اعمل المستلزمات اللي هي كلها. فعملت كده الاسطمبات، بعمل شغل نحاس وشغل الومنيوم. دلوقتي كل العلب، كل الكعان، كل الغاب، كل المستلزمات اللي بتدي للريداتير. بعد كده بجيب الريداتير وبجمعه بحيث يديني ريداتير، في الاخر يديني ريداتير اركبه في العربيه. ايه الفرق بين الشغل اللي انت بتقدمه في الريداتير تمام. وبين اي حد بيقدم في السوق ريداتير تاني؟ كله زي الفل، بس انا بزود شويه في الخامات. ليه العميل بيسيب الحاجة الجاهزة وبيروح يعمل الريداتير مثلا بكل تفصيلة عند مثلا الحاج صفوت؟ بالنسبه للناس اللي هي بتشتغل اوبا وبتشتغل توكوسا والكلام ده كله، فبيحتاج حاجه محمله وحاجه القطر بتاعها يكون واسع شويه. فدوت بيجي لي بحيث انا اعمل له بدل ما هو القطر بتاع اللي في السوق صغير، فبعمل له القطر الكبير بحيث يستحمل السخونيه. علاوه على العلب اللي انا بعملها دي علب الومنيوم، اللي موجود في السوق تبقى علب فبر. فالالومنيوم بيستحمل اكتر وبيعيش اكتر وبيدي تبييض اكتر ان شاء الله. يعني جات لك حاجة بايظة مثلا او فيها مشكلة ما عرفتش تعملها؟ لا الحمد لله. مفيش حاجة بتقف قدامك؟ لا، لان اللي مثلا بيكون بايظ ممكن يتغير. اي حاجة بتيجي بايظة بتتصلح عندك؟ طبعا. مفيش حاجة ما لا بتبقاش؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، كله لازم يتصلح الا لما يكون بقى خلاص. يعني الياتير بقى في حاجه اسمها تمليح بيفهموها بتوع الصناعيه بتوع الياتير. فالياتير بقى بملح يبقى خلاص، لكن في خبطه، في علبه عاوزه تتغير، الكلام ده كله بتعملوا صيانه. طيب ايه اصعب ريداتير عدى عليك؟ اسكانيا كام؟ 360. 300. ايه اصعب عربية جت فيها ريداتير؟ لا مفيش، بالنسبه لنا مفيش حاجه اسمها صعبه يعني. مفيش حاجة اسمها لا صعب؟ لا هو لا ممكن لا. الحاجه الوحيده اكبر حاجه شفتها الدبابه. العربيه الدبابه، لا الدبابه يعني مش العربيه، دبابة حربيه. الحربية كده الجيش. دخلنا في موضوع كبير بقى كده. طب احكي لي بقى عن الدبابة بقى، انا عايز اعرف مثلا الدبابة دي انت يعني. انا بصنع الياتير بتاعها، بيجي لي القديم وبصنعه لهم وبقفله وبأديه لهم وهم بيقفلوا في العربيه. يعني هم كده ما بيشتروش جاهز خالص؟ لا 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 لا, لا بيجوا من عندي. بيجيبوا من عندك؟ اه. الاخطاء اللي بتعملها الناس في العربيه في العموم. اول حاجه الميه، ما ينفعش ميه الحنفيه دي مصيبه. دي ميه الحنفيه دي اخطر حاجه تعدي على الرادياتير. وان انت تفضل تمشي كتير بالعربيه مثلا ما تتابعش ميتك، ما تتابعش دوره الغسيل، الكلام ده كله بيقلل الوقت بتاعه. حتى لو يعني حتى اللي انا بعمله، انا مش ساحر برضه، عشان الناس كتير كانت بتكلمني في الموضوع دوت. الرادياتير بتاعك مثلا قعد سنه وباظ، طب انت بتحط ميه ايه؟ بتحط ميه الحنفيه. طب انت عملت له اخر مره دوره غسيل امتى؟ من ساعه ما اشتريته ما عملتلوش. طب ما هو في ناس ما تعرفش انواع الميه اللي بتتحط، فبيحطوا بقى على قديمه بقى. لا، ما هو يا اما ميه مقطره يا اما ميه خضراء عادي. عن نفسي انا شفت مثلا ميه خضراء وميه زرقاء، ايه الفرق ما بينهم؟ لا بقى انت بتشتري بقى من مصدر موثوق منه. مصدر موثوق؟ طبعا. بس كلها منتجات كويسه؟ لا في السوق حاجات وحشه طبعا. بس في ناس بقى بتبيع بتبقى من مصدر موثوق منه، واحنا بنتعامل مع ناس بقى دلوقتي بتاع 10 سنين بناخد منهم الميه ديت، فميه معتمده يعني. طب ازاي بتخلي شغلك ماشي اكتر عن السوق الموجود قدامنا؟ يعني فممكن تكسب عميل يقول لي انا رايح للحاج صفوت خلاص، مش رايح لده. ممكن انا انصح واحد مثلا اقول لباشمهندس محمد انا رايح مثلا لابراهيم معتز، هيجي يقول لي لا انت الحاج صفوت هتخرج من عنده وانت مخلص شغلك تمام ومرتاح كمان. الاتقان في العمل طبعا ده حاجه كويسه جدا، والسعر. المنتج اللي انا بعمله لازم الياتير يبرد. نفترض خد الياتير مني وما بردش، عربيه بدات في السخونيه، الياتير بيلزمني باخده، مفيش مشاكل تاني طبعا. لكن ما فيش حد ديت خد مني حاجه ورجع فيها يعني الحمد لله. هل في عربيات معينه بيحصل فيها مشاكل؟ سكودا. بتسخن على طول. ولاده. باشمهندس محمد، العلامات اللي انت شفتها في كل عربيه داخل عندكم، وكل واحد مثلا جايب عربيته بيقول ده انا عندي مشكله هنا، اكيد بتقابل عربيه فيها سخونيه معينه بس لسبب معين. الترموستات بتبقى مقفول. ترموستات الحراره. ترموستات. طب دي مشكلتها بتبقى ايه؟ السبب ايه؟ هي كهرباء. هي بتبقى حاجه بتتحط في الرادياتير، هي لو اتشالت ركبت حاجه جديده خلاص. بس كده. طب بتتعامل ازاي مع العربيات الحديثه حاجه صفت؟ زي العربيات القديمه بالظبط. انا الياتير عندي ما دام الياتير قديم او جديد بتعامل معاه سيستم واحد. القديمه زي الجديده عندي مفيش مشاكل، بس انا بحب القديم قوي. اكتر عربيه بتحب تشتغل عليها؟ طبعا الجامبو والكونتر. باشمهندس محمد حب ان هو يساعدك
وحب ان هو يمشي في نفس المجال، تمام. انت ساعدته ووقفت جنبه ان هو يفضل مكمل في الشغلانه دي على طول، بحيث ان هو يكبر نفسه في الموضوع؟ اه اه طبعا، عملت له الاساسيات. مم. هو بقى بيطبخ، بس فادني بقى كتير بصراحه. مم. يعني برضك العلم والتكنولوجيا والكلام ده كله فادني كتير. مم. ان هو بقى ايه التقدم والكلام ده كله، زي الفيديا والكلام ده كله، فهو اللي عمل طفره. لا عمل طفره. كنت بشتغل مع فئه معينه اللي هم الصناعيه والتجار بتوع اليداتير بس، وهو اللي عمله دوت خلاني اقفل اليداتير وابيعه للزبون. مم. ففرق جدا بقى، زبون وشركات والكلام ده كله. ده كان كله دوت ما كنتش بشتغل معاه. مم. بقى لي 30 سنه ما بشتغلش مع الفئه دي، مم. فئه الزبون والشركات. كنت بشتغل مع فئه الصناعيه والتجار، مم. بديهم المستلزمات. ده كده بقى نقدر نقول ان طبعا، دي وجودك حقيقه فرق. والله، دي حقيقه. وجود فرق. طبعا 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 طبعا. السنه دي نسبه مبيعاتي زادت كتير جدا باللي هو عمله. مم. لان لما قلت لك انا شغال على فئه معينه، مم. فئه الصناعيه والتجار، كنت ببيع لهم المستلزمات. نفسي بقى ان انا يكون عندي تصدير، ان انا اطلع بقى بره اكتر. انا مسافر، انا رايح في خيالي، واللي انا احققه باذن الله يكون عندي مصنع اكبر من اللي عندي، مصنع سربتان كامل يكون عندي اكبر بكتير بقى من اللي عندي دوت، واللي هو بقى اصدر. طلعت شغل قبل كده لليبيا والسودان والسعوديه، واعمل توكيل يكون مثلا في عربيه، شركه عربيات، مصنع عربيات مثلا ياخد توكيل مني ان انا ابقى اللي بعمل لهم الريتير بتاعهم. متكاملة مصنع كامل لتصنيع الراديتير بجميع أنواعه. عملوا زمان الحاج صفوت بماكينات بدائية، وصل إنه يصنع جميع أنواع الراديتيرات. مش بس بيصنع، ده بيعدل وبيعالج أي راديتير قديم، وأسعاره رخيصة جدا مقارنة باللي بيجي من بره، وبيعمله لك بالكامل من الألمونيوم. وبيدير المصنع دلوقتي ابنه المهندس محمد صفوت. في ممكن حد يجي لك يقول لك انا خدته منك بس انا حاسس ان في حاجه، بس هو ما فيهوش حاجه. انت واخد تمام. بالك اللي هو ايه؟ يبقى مثلا حته الخوف بعد تغيير الريداتير او تصليحه في العموم، انت هتطمنه ازاي؟ بيشتغل بالعربيه، بيمشي في العربيه، ولا العربيه في اي حاجه، اي مشكله عندي بيجي لي بعمل له واحد تاني، او ياخد واحد تاني ده وبديل. بس دي ما حصلتش والله. ما حصلتش. لا لا خالص، ما فيش حد خد مني دي ورجعه دي. لا لا. في ناس بتبقى سايقه ما بتبصش اصلا على المؤشر، الكلام ده المؤشر ممكن يعلى منهم، يوصل لدرجه حراره كبيره. لا يجي يقف بقى، لا يقف. وما يفتحش لان ممكن الريتير يكون في خران وما على يفتحش طول. الياتير، ما يفتحش الغطا بتاع الياتير. اما الامبير عدى ما يفتحش غطا الياتير. ده يفضل واقف لمده قد ايه؟ ربع ساعه، نص ساعه كده، لغايه ما الميه تهدى، ما يفتحش الغطا خالص. وبعد كده بقى يفتح الغطا يزود ميه. الياتير مهم جدا لانه فيه ميه، والميه بتروح الموتور، فبيشغل الدوره كلها زي الزيت. فمعنى انك تمشي من غير ميه معنى بتجيب موتور على طول. ما ينفعش، لازم الياتير يتبص له كل يوم والتاني، يتبص في الياتير هل نزل ميه بتاع، ويتابع الخران بتاعه. لكن ما يقدرش، لازم يمشي بالياتير يكون سليم. دي حاجه اساسيه زي الزيت. الياتير زي الميه اللي في الياتير زي الزيت بالظبط اللي في الموتور. دلوقتي اقدر اقول ان اي حد عنده مشكله في الريداتير لازم يجي عند الحاج صفوت على طول، وهيغيره له وهيظبطه له وهو واقف. تمام باذن الله. طيب في ناس بتقول مثلا انا ببقى محتاج بقى اللي هو ضمان بقى، انا غيرت بقى. بدي ضمان. تدي ضمان؟ طبعا. لمده قد ايه؟ خلال سنه تير سخن او حصل له مشكله ده بتاعي، لكن الياتير يقعد ما شاء الله. في خلال السنه ديت اي حاجه في الياتير ده بتاعي. رساله منك بقى توجهها للناس وتعرفهم ازاي يحافظوا على عربياتهم. كل سنه لازم يعمل دوره غسيل الياتير، ما يسيبوش كده بالخمس ست سنين. لا، يعملوا كل سنه دوره، ودايما يبصوا على الغطا، يكون الغطا بينفس. كل الكلام ده كله بيدي للسخونيه. واهم حاجه ما يحطوش ميه من الترعه بقى، دي الكلام ده كله. لان في ناس بتحط في ناس بتدي الميه بقى اي كلام، يحطوها فميه مالحه، فبتتعامل مع معدن، عمل صدى، فبتاكل. فيحطوا ميه نظيفه تكون من مصدر موثوق منه.